مساء الخير يا شباب، عاملين ايه؟ حلقة جديدة من حلقات النهاردة هنتكلم فيها عن ماتش الاهلي واستاد ابيجان. انا بعتذر لكم ان انا معرفتش انزل الفيديو طبعا بدري، علشان خاطر كان في مشكلة عندي في الصفحة فمعرفتش انزل الفيديو. اول حاجة طبعا قبل ما نبتدي الفيديو ندعي لاخواتنا في فلسطين وفي لبنان وفي السودان، وطبعا ندعي لكل الأمة العربية ونرحم الأموات طبعا، شهداء فلسطين، أطفال ورجال ونساء، ندعي لهم بالرحمة وندعي لهم بالنصر بإذن الله، وإن شاء الله هترجع فلسطين تاني بإذن واحد أحد. أول حاجة هتكلم عنها طبعا مجريات الماتش الأهلي واستاد أبيجان. الماتش كان ماشي بسير كويس جدا. أول نص ساعة الأهلي قدر يسجل 3 أهداف. أول هدف سجله كهربا، تاني هدف طبعا كان محمد مجدي قفشة، وتالت هدف كان حسين الشحات. وجهة نظري في الماتش كان كويس جدا، بس كان عندي مشكلة مع بعض اللعيبة. دفاع مش حلو، دفاع الأهلي للأسف أسوأ دفاع شفته. لعبة مش مركزة، لعبة تايهة. يعني رامي ربيعة كان عامل أداء كويس جدا جدا، الراجل كان بيبذل أقصى مجهود. طبعا ياسر لسه مرجعش. أنا شايف إن ياسر ما كانش موجود في الماتش. ياسر بعد إصابته بعد كأس العالم خلت الكيرف بتاعه يقل. عبد الفتاح، خالد عبد الفتاح طبعا ما كنتش شايفه، برضو نفس الكلام، خالد عبد الفتاح ما كانش أحسن حاجة، ما كانش في مستواه. طبعا خالد، طبعا يحيى عطية الله طبعا مش هقدر اتكلم عليه. الراجل ما بيأثرش وما بيخذلنيش، كل ماتش الراجل بينزل بيبقى مركز، بيبقى عارف هو بيعمل ايه، بيعمل اللي عليه بزيادة. طبعا في حتة الزيادة الهجومية، لما هو بيزيد هجوميا مع اللعيبة طبعا لو خدنا بالنا مروان عطية كان بيغطي جبهته. الراجل كان كمان بالنسبة لكولر، يعني كان الراجل بيحاول على قد ما يقدر ميدخلش فينا أهداف. كان الراجل عايز يحقق زي ما عمل الموسم اللي فات، ان هو ما دخلش فينا غير جون واحد. الراجل كان بيحاول يعمل الكلام ده، ان هو يقلل معدل الاهداف، ان هو ما يدخلش فيه اهداف. بس للاسف طبعا الخلل الدفاعي خلاه يدخل فيه اهداف. الشناوي ماليش تعليق عليه لانه ما اختبرش اصلا، ما اقدرش احمله الاجوان اللي دخلت منهم. جون بتاع الجون الاولاني اللي تسبب فيه ياسر ابراهيم، لان 90% من الجون ده يتحمله ياسر ابراهيم. طبعا نص الملعب طبعا مروان عطية واكرم توفيق، الاتنين كانوا كويسين جدا جدا. اكرم توفيق عمل ماتش مميز جدا. قفشة كان بسم الله ما شاء الله عليه، الله اكبر. طبعا شايف ان قفشة هو كان نجم المباراة من وجهة نظري، لان قفشة كان حرفيا بياخد الكورة بيوزع الكورة على اللعيبة. الراجل ما كانش بيأثر في اي حاجة، وكمان نزل سجل اهداف، والراجل كان عايز يسجل اهداف تانية وكان بيحاول، يعني يكفي ان هو كان بيحاول. هتكلم عن طاهر وجهة نظري ان هو ما كانش برضو طاهر، مش كالعادة بتاعه، مش كل ماتشات. اتمنى ان انا ما اشوفش طاهر بالمنظر ده تاني، لان طاهر متعود منه ان هو بياخد الكورة وبيجتهد بالكورة، بان هو بيحاول يجيب جون او بيحاول حتى ان هو يخترق بالكورة، لكن ما بيحصلش. يعني انا شايف ان طاهر ما كانش عامل الالتزام الهجومي كويس، الالتزام الدفاعي كان شغال كويس جدا جدا. طبعا نفس الكلام حسين الشحات العادي بتاعه. اما بالنسبه لكهربا ده كلام هيكتر عليه شويه. انا بالنسبه لكهربا انا مش قادر احدد اذا كان كهربا لعيب كويس ولا وحش، لعيب جيد ام سيء، انا معرفش ليه. لان الكهربا من وجهه نظري ان هو كتحركاته في الملعب كويسه جدا، بس عنده مشكلتين، انه بيجري غلط، ما بيستغلش الفرص، بيهدر الفرص. شفنا كورتين، اسهل كورتين كان ممكن يجيبهم جول. ممكن يكون عشان كهربا مش يعني مش بيشارك كتير، ممكن يكون ده اللي عامل خلل الاداء بتاعه، انا معرفش. بس طبعا انا هبقى ظالم لو قلت ان كهربا كان البديل الكويس لأسامة ابو علي.
ليه؟ لان كهربا اولا انا رجعت وقلت قبل كده ان هو مش حتته ان هو يلعب مهاجم. رقم اتنين ان الراجل بقاله كتير بعيد عن المشاركة، لان كولر ما كانش بيشارك كهربا كتير. فلو هنستمر بالاداء ده، انا الحمد لله ان انا ما كنتش بلعب فرقة تقيلة، انا كنت حرفيا بلعب فرقة عادية. يعني استاد ابيجان انا كنت شايف ان هي مش من الفرق القوية يعني، او مش شايف ان هي الفرقة التقيلة، يعني فرقة عادية جدا جدا. كنا ممكن حتى نجيب سكور، وكنا ممكن ندخل ان الموضوع يوصل ل7 تجوان، لان انا اصلا مضيع منهم هدفين غير الفرص التانية اللي اهدرتها يعني. فطبعا اتمنى من كولر ان هو، طبعا انا مش هقدر الوم كولر. كولر الراجل زي ما احنا شفنا الراجل الاداء الموجود في الملعب، طبقا بان هو كان الراجل بيطالب بان يكون في صفقات بديله او بدائل عن الناس اللي مشيت، او الناس اللي مشيت من النادي الاهلي وراحت انديه تانية، سواء ديانج سواء احمد عبد القادر. فالراجل كل ما بيبص على الدكه ما بيشوفش حد. بيرسي تاو طبعا انا مش محتاج اتكلم عليه، انا شايف ان بيرسي تاو ياخد شنطته ويمشي، لان بيرسي تاو خلاص. يعني انا شايف ان بيرسي تاو مفيش جديد هيقدمه مع النادي الاهلي. انا شايف ان بيرسي تاو ياخد شنطته ويمشي، وكفايه عليه قوي كده. بيرسي تاو حتى في الماتش اللي قبليه اللي هو ماتش الاتحاد، انا عارف انه طبعا مش ما ينفعش ان اتكلم عن ماتش الاتحاد، بس انا رجعت وقلت قبل كده ان في ماتش الاتحاد بيرسي تاو كان احق اللي يشارك مكان بيرسي تاو كبديل. انا كنت شايف ان رضا سليم كان هيبقى افضل بديل لطاهر من وجهة نظري. طبعا ماليش تعليق على الناس اللي نزلت غير بيرسي تاو بس، لان بيرسي تاو اكتر واحد كان ممكن ينزل يغير لي مجرى المباراة شوية، بس ما حصلش. لعيب جايبه بالدولار بلعب عليه لعيب مصري. فريدة سليم طبعا ما اقدرش الومه، لان الراجل في الاول وفي الاخر الراجل مش مقتنع برضا سليم. هي دي المشكلة. كولر عايز لعيب بمواصفات معينة. كولر كل ما بيجرب بيلاقي ان اميز اتنين بيعتمد عليهم اساسي هو طاهر والشحات. تعال نبص على البدايل بتاعهم، لا البدايل مش احسن حاجة، مش ده الكواليتي اللي انا طالبه. ففرحتي انا جايب وينجين، الوينجين جايبهم بالدولارات، بلعب عليهم لعيبة مصرية ومحسوب عليها ان هو لعيب اجنبي. طب ليه بقى ما كنتش اجيبه؟ كنت ممكن اجيب اي لعيب تاني محلي احسن، يعني اجيب زلاكا بقى، اجيب اي حد مكانه، اللعيب اللي هو بتاع زد، انا مش فاكر كان اسمه ايه، بيلعب برضو وينج. حرام بصراحة. بس الحمد لله الماتش عدى، وطبعا ادينا شفنا ان غياب وسام عن الماتش من ضمن المؤثرات الاساسية ان اثرت عليا في الناحية الهجومية، لان حرفيا لو كان وسام موجود مكان كهربا كان الموضوع هيختلف. الكورة حتى اللي اتعملت من حسين الشحات لكهربا، يعني انا مش هقول في الكورة دي ان كهربا هو والجون بس، لا انا هقول كهربا والشبكة، لان حرفيا ما كانش فيه جون. الجون كان فاضي. جون ايه؟ الشبكة فاضية. يعني كهربا لو كان بصى الكورة بصاها بس كان زمان الكورة دخلت. بس طبعا مش عارف احكم، مش عارف اقول اذا كان كهربا وحش ولا حلو، لانه راجل خارج من الماتش عامل اسيست وجونين. فهتكلم اقول ايه؟ انا هنعلق اقول ايه؟ اللي اقدر اقوله ان هو تحركاته كانت كويسه في الملعب، لكن تعالى بص كان هو مثلا لعيب بيجري في الملعب بيجري غلط، في بعض الاوقات كان بيتحرك غلط. لكن لما تيجي تبص عليه كهربا، لا كهربا بيقدر يستغل المساحات، بيقدر ان هو يسرق المدافع الطبيعي بتاعه، لانه لاعب برضه في الاول وفي الاخر كان هداف افريقيا. فهتكلم اقول ايه؟ ونشوف الماتش الجاي هيبقى مجراته ايه. ممكن كهربا يرجع لفورمته تاني، وهل ممكن كولر يستخدم كهربا كوينج ولا لا؟ لان انا شايف ان كهربا في مركز الهجوم كمهاجم مش حاسه الصراحه خالص، مش حاسه مهاجم. اما لعيب بيضيع في كميه الفرص دي ففي حاجه غلط. هنشوف طبعا الماتشات اللي جايه. ماليش تعليق طبعا زي ما قلت في الفيديو ان ماليش تعليق على عمر الساعي، لان الراجل
الناس دي كلها ماليش تعليق عليها، ان حتى نزلت متأخر فنزلت كبدايل، فماليش تعليق عليها، ولا حتى كوكا ولا حتى رضا سليم. بس تعليق على بيرسي تاو، وانا شايف انه ياخد شنطته ويمشي، كفايه عليه قوي كده، لان انا مش شايف ان هو بيقدم اي جديد. طبعا ده تعليق عن الماتش. النهارده طبعا حصل مشكله بين الشناوي وبين امام عاشور. كلنا سمعنا الاخبار ان تم تغريم امام عاشور 1,000,000 جنيه. اللي حصل ان شناوي بيسأل امام عاشور، بيقول له مالك قالب وشك ليه، ما انت كنت بتضحك للجمهور. فبيقول له والله انا مش بوشين، مش انت اللي تحدد لي اضحك ولا لا. فالشناوي رد عليه قال له لما اقول لك على حاجه تسمعها، ولو مش عاجبك ممكن ترجع للمدير الرياضي. فطبعا امام عاشور اتقمص وخد بعضه ومشي. وطبعا كابتن محمد رمضان غرمه 1,000,000 جنيه، وخلاه طبعا ان هو مش هيشارك بعد كده في التدريبات الجماعيه، وان هو هيشارك في تدريبات فرديه بس، ان هو هيتمرن لوحده. وجهة نظري في اللي حصل ان طبعا انا شايف ان ده قرار سليم جدا من محمد رمضان. آه، مش عيب ان انت تزعل من ان انت ما شاركتش، ما عنديش مشكلة في دي، لان انت في الاول وفي الاخر في لعيبة كتيرة غيرك ما بتشاركش. فلو انت فاكر ان انت زعلان انك ما شاركتش ماتش، انا عايز اقول لك في لعيبة على الدكة بقاله فترات ما بيشاركش. محمد طاهر كان بيعيط على الدكة، وكان مستاء ان هو ما بيشاركش، وكان خايف ان هو يبقى بعيد عن النادي الاهلي. انت شايف بقى ان انت ما الفشيخ، اللعيب الفشيخ اللي مفيش منك اتنين، لا ما عنديش مشكلة. انت ممكن يا باشا بعد اذنك يا باشا تاخد بعضك ونبيعك لأقل نادي. شوف بقى، شوف اي نادي يلمك، انا ما عنديش مشكلة. وطبعا الكلام اللي انا بقوله ده انا بقوله عشان خاطر في الاول وفي الاخر ان ده مش وقت ان انت تتكلم فيه او تعترض فيه على مشاركتك. تمام؟ ليه؟ لان في الاول وفي الاخر دي وجهة نظر كولر ان هو يشاركك او لا. انت كده 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 بتشارك يعني، فمفيش داعي ان انت بتعمله، مفيش داعي ان انت تاخد لقطة، لان انا شايف ان ده من وجهة نظري لقطة. اما كابتن الفريق يكلمك وانت تروح تقول له لا اصل انا مش بوشين وكلنا هنا لعيبة زي بعض. اه، بس هو خلي بالك كابتن الفريق. فطبعا انا من وجهة نظري ان ده قرار كويس ان هو خد عقوبة. طبعا كلنا شفنا اللي حصل مع ابراهيم فايق نزل بوست على الفيسبوك بيشرح فيه اللي حصل مع محمد عادل، بان رفع بلاغ للنائب العام بتعويض 1,000,000 جنيه بسبب السب والقذف والتحريض. وفي ان طبعا في التحقيقات كابتن محمد عادل اعترف ان التسجيل الصوتي هو صوته، اللي كان بيقول عليه سكان كوكب البليلة الشقيق، لما كلموا سكان كوكب البليلة وقالوا لا ان ده مش صوته، وان هو كان في الملعب ومجرد ما مش عارف كان في الملعب راح شافها وخد القرار وهو في الملعب. حاجات غريبة بتتقال انا مش فاهمها. بس انا كان في فيديو شرحت فيه القصة دي، وقلت ان هو كان موجود قدام شاشة الفار، وكان بيكلم ميدو اللي هو لما قال له الله يخرب بيتك يا ميدو، الله يخرب بيتك يا ميدو، الكرة مرتدة من الأرض، الله يخرب بيتك. وهو بيقول له طب استنى، بص الكلوز دي، بص الكلوز دي. فرجع وبعد كده قرر وخد القرار من نفسه وحسبها ضربة جزاء. حتى وهو في الملعب كان بيقول هو حاسبها ضربة جزاء، بيقول له كان وهو بيجري بيقول صعب قوي يا ميدو، صعب قوي يا ميدو. فين بقى التسجيل الصوتي اللي انتوا بتقولوا ان هو مختلف عن الموجود في الفيديو والكلام اللي انتوا بتقولوه ده؟ المهم يعني ان في الاول وفي الاخر كابتن محمد عادل اعترف. ادينا هنشوف ايه اللي هيتم. واتمنى ان ما شفتش حد زي محمد عادل في التحكيم تاني. بصراحة انا شايف ان ده افضل شيء يحصل الايام اللي جاية، ان احنا ننظف بقى العناصر الموجودة زي كابتن محمد عادل دي من التحكيم. وكفاية بقى قرف، وكفاية تعريض، لان الواحد قرف بصراحة. الواحد قرف من كونك ان انت بتطلع بتصريح بعد كده تقول اصل انا شفت لعيبة الزمالك كانت متوترة فقررت الاحتواء، وبعد كده تطلع بره المره اللي بعدها في ماتش دوري تحسب ضربة جزاء كرة مرتدة من الأرض، وأنت عندك قناعات إن الكرة مرتدة من الأرض، تقوم نازل الملعب ولافف ظهرك للملعب وتقول لا أصل هي ضربة جزاء.
اللي بيقول لك اصل الاهلي بيكسب بالتحكيم. نكتفي بهذا القدر يا شباب. اتمنى من اخواتي وحبايبي يعملوا سبسكرايب للصفحة، ونعمل لايك للفيديو ونفعل زر الجرس عشان يوصل لنا كل جديد. اشكركم جدا. السلام عليكم.